مين فينا ما شافش فيلم هيتش او سليبليس ان سياتل او يوف جات ميل؟ طب سيرنديبيتي، 10 things I hate about you. بصراحه انا ما شفتش الافلام دي. طب لو ما شفتش دول اكيد شفت اشاعه حب، اذاعه حب، حب البنات. وعارف ان اللي بنحبهم دول مش شرط يكونوا الحبيب والحبيبه، ممكن يبقى الاب، الام، الاخت، الصديق، الجار. طب وفيلم المراهقه المتاخره والصوره الخياليه للحياه الرومانسيه داخل الكليه؟ ازيك سلمى؟ تمام؟ ما شفتش الفيلم ده؟ هذا النوع من الافلام المليء بالضحك واللعب والجد مش قوي يعني والحب، انها افلام الروم كوم. بس السؤال هنا ليه تسمى روم كوم؟ ما احنا عارفين ماشي رومانسيه زائد كوميديه، بس هو يعني ايه رومانسيه اصلا؟ وازاي الرومانسيه دي دخل عليها الكوميديا لحد ما بقت جار افلام لها جمهورها الكبير وافلامها الكتيره؟ Cannot accept this very generous award. إلين على أبوه أنا غلط. لما تقولي بتحكي حكايه انا بحكيها لك مصوره تتسلل للودان. I am the danger. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. صديقي الزبد، ازيك؟ وازاي احوالك العاطفيه والرومانسيه؟ احوالك مش متظبطه؟ روح شوف لك فيلمين روم كوم يظبطوا لك مزاجك بسرعه. الافلام دي اللي هي حبكتها بسيطه كده وبتدور عن راجل حب ست في اطار كوميدي لطيف جدا، وبعدين فجاه بيحصل بينهم مشاكل، ودايما الافلام دي بتتوج بالنهايات السعيده والحب الامدي، ونتجوز ونعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. هي الافلام اللي بتنزل في الكريسماس بغزاره، وهي نفس الافلام اللي لو انت واصحابك اتجمعتوا في بيت واحد صاحبكوا تاني لا يمكن تتفقوا ان انتوا تشوفوا فيلم روم كوم، عشان عيب تشوفوا مع الرجاله كده روم كوم ولا ايه في ايه هنخيب ولا ايه؟ انما تشوفوا لوحدك في البيت مع نفسك كده مفيش مشكله. والروم كوم هو فيلم السهره الممتاز ليكي انت وصاحباتك لو بايتين عند واحده صاحبتكم نفسها تعيش في قصه حب خارج اطار امكانيات الواقع اللي احنا نعرفه. 76% من مشاهدين الافلام في كذا منطقه من العالم وجدوهم بيستحسنوا وبيحبوا افلام الروم كوم وفقا لهوليوود ريبورتر. وفي دراسه تانية جانر الروم كوم كان سادس الانواع ربحا بين سنه 1995 و2010، محققا 1.7 بليون دولار في مده 15 سنه. وفي بحث اخر عن اكثر انواع الميديا استهلاكا لقوا انها الروم كوم. والميديا الاكثر استهلاكا مش معناها افلام بس، في كمان السوب اوبراز، ودي مسلسلات تلفزيونيه او اذاعيه بتتكلم عن احداث يوميه كده لمجموعه من الاشخاص بنشاركهم الفرح والحزن والحب في اطار من المشاعر الفياضه، زي مثلا ابو العروسه وسابع جار في مصر او This is Us في امريكا. طيب من الواضح كده انه نوع مهم جدا في السينما من بدايتها لحد دلوقتي، بس فكرت قبل كده اسم الروم كوم ده جاي منين؟ اصل لما نيجي ندور في معنى الكلمه واصلها هنلاقي ان اصلها لاتيني من كلمه اسمها رومانيس، ورومانيس معناها باللغه الرومانيه. لا هي معناها كده، معناها باللغه الرومانيه. في راي تاني يعتقد ان الكلمه اصلها من كلمه رومانيسوس واللي معناها روماني، ويعتقد البعض انها مشتقه من كلمه رومانتيكا في اللغه الكتالونيه اللي كان بيتكلم بيها اهل المدن الكتالونيه، ودي كانت مدن معظمها زمان من اسبانيا وفرنسا وايطاليا. ورومانتيكا كان معناها having a quality of romance، يعني مثلا زي ما الفنانه امينه بتقول هركب الحنطور واتحنطر، ودنيا سمير غانم بتقول لك هترمضن رمضان. الكتالونيين كان بيقولوا يعني ايه حاجه شبه هترمسن كده، يعني having a quality of romance. بس ساعتها having a quality of romance ما كانش معناها ان انا عايش بقى في اجواء حب ولطف ولذاذه وعشق مع الاخر، لا ساعتها كان معناها اقتناء اي حاجه من العصر الروماني، سواء الحاجه دي تحف او اشكال معماريه او تماثيل كده احلى يا مسف. ولكن لحد دلوقتي محدش فاهم سر الربط بين الرومانسية والحب، محدش عارف ازاي وصلت من كلمة بتعبر عن حاجة رومانية لحاجة لطيفة وكيوت. بس ممكن نقول ان الرومانسية ما كانش معناها احساس بالحب، بل كان احساس بالنوستالجيا، احساس بالحنين لاقتناء كل ما هو روماني، احساس اساسه هو الحنين او الفخر، ومعاه جزء من الرفاهيه والماديه. بالذات ان في العصور الوسطى كلمه رومانسيه كانت مرتبطه اكتر بمكانه اجتماعيه، كانت مرتبطه بالفروسيه والنبل وجواز الامراء من بعضهم بعض. ولما عامه الشعب يعرفوا خبر ارتباط امير باميره يبداوا بقى ايه ينموا، ما كانش بقى عندهم انستجرام وستوريز يحضروا بيها الافراح زينا من البيت، فكانوا بيتداولوا بينهم الاخبار. الاميره كانت لابسه
كذا، الامير قال لها كذا، الامير وشوشها، الامير رقص معاها. ونتيجه النميمه دي اتولدت الحكايات الشعبيه والشعر الملحمي والقصائد، والمنشدين يمشوا يغنوه حوالين القصور وفي الميادين العامه. بما اني جبت سيره الشعر والقصائد، سؤال مهم بقى، هل تجتمع الرومانسيه والادب، ولا هو دايما يعني الرومانسيه يعني قله ادب؟ الرومانسيه رسمت طريقها في الادب والاشكال التانيه المختلفه من الفنون منذ بدايه الحضاره، ولكن في بدايتها كانت بتبقى الرومانسيه مدموجه بحاجه تانيه، ولكن مش بتبقى مدموجه بالكوميديه، ما كانتش لسه رومكوم، كانت بتبقى رومانسيه ومغامره، رومانسيه وغموض، رومانسيه وفانتازيا. ممكن ببساطه نشوف الجوده الرومانسيه دي في الملحمتين الإلياذة والأوديسا اليونانيتين، واللي هم اقدم ملاحم شعريه اتكتبوا في تاريخ الادب. ونقدر نلاقي الرومانسية الممزوجة بالسحر والخيال في الملحمة السومرية من بلاد الرافدين، وفي كتاب ألف ليلة وليلة اللي كان بيحكي أساطير بتدور أحداثها في العصر الذهبي للإسلام زي علاء الدين. دايما كده لو جبتي سيرة الحب قدام واحدة صاحبتك اللي هي الفينتج اللي بتحب الحاجات القديمة دي، هتقولك يا ريتني عشت في زمن غير اللي أنا عايشة فيه، كان في ساعتها رومانسية. الرومانسية الحقيقية ماتت زمان مع اللي ماتوا. عايزك بقى تاخدي نفس عميق كده وتردي عليها وتقولي لها والله يا أختي الرومانسية اللي أنت بتتكلمي عليها دي عمرها ما اتولدت زمان، ما كانش في اصلا رومانسيه. بس اقول لكم حاجه بصراحه، الرومانسيه بمعناها الحالي ما كانتش بنفس معناها عند الانسان الاول. الانسان الاول ما كبرش اسنان قويه او ضوافر حاده عشان يدافع عن نفسه، ولكن عرف يكون ما هو اصعب، وهي المشاعر اللي ساعدته يكون روابط أسرية واجتماعية، واللي ضمنت للإنسان إنه يستمر في البقاء على قيد الحياة وإنه ما ينقرضش. هي دي الرومانسية قبل الحضارة، البقاء. اصل هي كانت حاجه من اتنين، يا نتجوز ونخلف ونكبر قبيلتنا، يا تيجي قبيله تانية او حيوانات مفترسه تخلص علينا عشان عددنا قليل. انما بقى صديق الحبيب ما كان يلقب بالحب الرومانسي كان دايما حاجه محل هجوم في العصور القديمه، وكان بيتبصله انه نوع من انواع الامراض. الفيلسوف الاغريقي افلاطون كان بيقول ان اعلى واسمى مراتب الحب هي الحب الغير جنسي والحب الغير رومانسي، لانه بيقول ان الحب المقترن بالحاجات دي دايما بيودينا في داهيه وبيخلينا نعمل حاجات نندم عليها، لانه لما تحضر المشاعر يغيب اللوجيك في الديسيجن ميكينج. اهو ده اللي بيتقال عليه الحب الافلاطوني، حب اخين لبعض او حب اتنين اصدقاء. على مر التاريخ الناس ما كانتش بتتجوز عشان اساسا عندها مشاعر لبعض. في العالم القديم المشاعر والرومانسيه ما كانش ليهم اهميه في زمن شغلك الشاغل فيه انك تتجنب الموت وتجيب عيال. مش فكره ان الرومانسيه ما كانش ليها اهميه ساعتها، بس المشكله ان هي ما كانش ليها مكان اصلا. الاعمار كانت اقصر وحياتك مهدده بالاعداء اللي ممكن يهجموا عليك، او بمحاصيل كميتها غير مضمونه ممكن تموتك من الجوع. الجواز كان منظومه اقتصاديه بحته هدفها البقاء وزياده اليد العامله في الحقول والمزارع ولم المحاصيل والدفاع عن الارض. يعني ممكن نصنف اعلانات بنك مصر بانها اعلانات رومانسيه بالمعنى القديم للرومانسيه في العصر الحجري، لانها اعلانات بتتكلم عن المعافره والبقاء على قيد الحياه. وكلما زاد الرخاء زادت الرومانسيه والقلوب والدباديب الحاجات دي. وفي العصور الوسطى في اوروبا بدأ يظهر اتجاه بيتساءل ان كان الجواز هو مجرد واجب ولا حاجه بتعملها عشان تعيش في مشاعر حلوه ورومانسيه. وبالرغم من كده الناس فضلت محافظه على الجواز التقليدي والعملي، وفي نفس الوقت ظهر نماذج للحب الرومانسي. بدأت الرومانسية تتسلل لمنظومة الجواز واحدة واحدة في عصر النهضة وفي العصر الفيكتوريان. والرومانسية اللي بقول لكم انها بدأت تتسلل لمنظومة الجواز دي، تعالوا اوريكم شكلها عامل ازاي. هي تقريبا شبه جواز الصالونات. الفرسان والامراء اللي كانوا بيبقوا عايزين يخطبوا بنت كانوا بيروحوا لها البيت ويقدموا لها الكارت بتاعهم. كارت بقى فيه صورة شخصية، رقم التليفون، المهنة، والبنت بتتفرج على كل المتقدمين ليها للجواز وبتختار افضل اوبشن بالنسبة لها، واللي هي بتختاره بتديله الكارت بتاعها. مش شرط يكون الكارت بتاعها، ولكن ممكن تديله المنديل بتاعها، بتديله اي علامه تثبت له ان هو اشارتك خضراء وتوكل على الله. وفي بدايات القرن ال19 الجواز بدا واحده واحده يرتبط بالاعجاب اكتر من تكوين الروابط الاسريه والتحالفات بين الاسر. الاعجاب الجسدي اصبح شيء من متطلبات الشريك الاخر، وبدا الكابلز يثوروا على تدخل الاهالي في علاقاتهم واختياراتهم للارتباط. لحد ما جت الثوره الصناعيه في القرن ال19. الانسان ساعتها كان بيأمن مستقبله بالفلوس اللي بتجيله من شغله في المصنع، مش من حتة الأرض اللي بيلم منها المحصول. يعني على أواخر القرن ال18 كده، إذ فجأة مشاعر الناس بقى ليها أهمية في منظومة الجواز بشكل أكبر من قبل كده. الرومانسية بقت عامل مهم جدا من عوامل العلاقات والارتباطات الرسمية. ولو تاخد بالك إن ظهور الحركة الرومانسية في الفنون وهي الرومانتيسيزم ظهرت في نهايات القرن ال18، يعني مع بداية الثورة الصناعية. مع دخول عصر الصناعة في القرن ال19 مصاريف الناس ما بقتش مربوطة بأراضيهم اللي ورثوها
عن عائلتهم. الناس بقت مستقلة ماديا أكتر عن زمان، وما بقوش معتمدين على ورث العيلة لتأمين مستقبلهم الاقتصادي، وبالتالي ده كسر بالتدريج الروابط ما بين الماديات والجواز. ووصولا للقرن العشرين حصل تغييرات جذرية في المجتمع. المرأة بدأت تاخد أدوار أكتر في الحياة العملية، وواحدة واحدة الاستقلال المادي بقى تقريبا عند كل الناس، والمشاعر بقت تتقدر بشكل أكبر. ناس كتير بدأت تتجوز لمجرد الحب، ولكن بالتأكيد فضل ناس كتير جدا بتتجوز جوازات متنظمة، أو ممكن نقول عليها جواز صالونات. رجال الأعمال قرروا يستغلوا الفرصة ويضخموا إحساس الناس بالعطش تجاه إحساس الرومانسية والحب، واستخدموا قصص الحب والرومانسية بعنف في أفلام هوليوود. وفي وقت ما في الستينات من القرن العشرين حصل شيفت في القيم الاجتماعية. الحركات الليبرالية غيرت الشكل بتاع المواعدات والخطوبات، والطباع اللي بقت بتميز العلاقات في الفترة دي هي الطباع الجنسية. في الزمن ده الحب الرومانسي أصبح يعتبر أكثر مثالية من منظومة الجواز. انتشرت حبوب منع الحمل في الصيدليات، والعلاقات والمواعدات بقت أسهل وما بقاش فيها جدية زي زمان ولا نية كاملة للجواز. بعد كده بدل ما كان الكابل بينزل في أكتر من مواعدة عشان يتعرفوا على بعض بشكل أكثر عقلانية عشان يوصلوا لمرحلة من الاستابيليتي والاستقرار اللي تخليهم يقدروا يعمقوا أكتر في العلاقة، بقوا بيتجاوزوا هذه المرحلة وبيخشوا على طول في المرحلة العميقة. كل عقد الثورة الجنسية كانت بتتطور عن السنة اللي قبلها، وظهرت بشكل عملي أو بشكل مجموعة لما الهيبيز ظهروا وبقوا مين ستريم جدا في الثمانينات من القرن العشرين. الثورة اللي حصلت دي خلت العلاقات أكثر هشاشة وأسرع في الوصول للعمق، وبقى في قبول للعلاقات المفتوحة، وده كان نوعا ما مقبول مجتمعيا طول ما الطرفين قابلين بيه. بس الرومانسية كانت موجودة في العصور القديمة. أنطونيوس حب كليوباترا، لا مش بتاعت نتفليكس، بتاعتنا احنا. وفي قصص رومانسية تانية كتير على مر التاريخ. أي نعم الرومانسية كانت موجودة في العصور القديمة، بس ما كانتش هي الهدف الأساسي من الارتباطات. دايما بجانب الهدف الرومانسي من الارتباط كان في دايما أهداف تانية زي أهداف سياسية أو أهداف مجتمعية. صديقي الرومانسي، أنا مش عايزك تفهمني غلط، الحب كان موجود في قصص كتير على مر التاريخ، ولكن شكله كان مختلف. نظرة الناس ليه كانت مختلفة، وطريقة التعامل معاه كانت مختلفة تماما عن النظرة بتاعت هوليوود في الأفلام للرومانسية. الرومانسية متأصلة في البشر حتى من قبل الحضارة، ولكن أشكالها بتختلف حسب احتياجهم هم في الفترة دي. بس السؤال هنا بقى، إمتى دخلت الكوميديا على الرومانسية؟ أنا شايف إن الرومانسية والكوميديا اتوجدوا مع بعض عشان الراجل يلاقي طريقة لذيذة وسهلة يتكلم بيها عن مواضيع صعبة ومعقدة زي الرومانسية والحب. كلنا بنلجأ إننا نقول كلام، ولما يتقابل بالرفض نقول يا عم ده انا كنت بهزر. بيكون حل سهل للهروب من موقف محرج، والحب محرج. واندماجه مع الكوميديا سهل على الراجل والست يتكلموا في مواضيع كتير حساسة. بشوف برضو ان الكوميديا ممكن تخلي الراجل يرتكب اشياء تعتبر تجاوزات مع بنت، ولكن الاطار الكوميدي بيجعلها اقل وطأة مما تتعمل مباشرة زي المعاكسات مثلا. هي في الاساس تحرش لفظي ممزوج بشوية خفة دم. هو ايه اللي هايل؟ أول ملاحظة لورود الكوميديا مع الرومانسية كانت في كتاب ذا ديكاميرون لجوفاني بوكاتشيو سنة 1353، والكتاب ده قصته ليها أطار كبير، وهو إن مجموعة من 10 شباب ولاد وبنات هربوا من الطاعون المنتشر في فلورنس لفيلا في قرية قريبة، وكل واحد فيهم بيحكم الفيلا دي في يوم، وفي يوم حكمه كل واحد بيحط شروط وقواعد للأساطير والقصص اللي بتتحكي في يومه، وده نتج عنه 100 حكاية. كل يوم له ثيم معين بقوانين معينة. اليوم الخامس كان القانون بتاعه ان يتحكى فيه قصص حب بتبتدي بمشاكل وبتنتهي نهايات سعيده. مش بيفكرك بحاجه، هو ده الروم كوم بعينه. وفي القرن ال16 الكاتب روبرت جرين مهد للرومانس كوميدي في مسرحيته فراير بيكن اند فراير بانجاي، واللي كانت بتحكي عن ان ولي العهد استعان بدجال عشان يوقع خادمه في حبه، واستعان بصاحب ليه عشان يساعده، ويفاجئ ان صاحبه هو اللي وقع في حب البنت. وعلى ايد ويليام شكسبير الرومانس كوميدي اخد شكله المثالي، اسس قوانين الروم كوم اللي كل الناس بتتبعها دلوقتي. الحب هيسيب الجميع في وقت واحد، وكل الشخصيات هتحب حب مطلق، بس الحب لوحده مش هيقدر يصنع الكوميديا. الكوميديا بتتحقق لما وقار الحب يتهز بالضحك، ولما هزلية الضحك تكسر جدية الحب. ومن مسرحيات شكسبير المشهورة واللي اتعملت فيلم سنة 1936 مسرحية As You Like It، واللي لما تسمع قصتها هتتأكد انها روم كوم. روزاليند بنت الدوق الفرنساوي سير رولاند بتحضر معركة في ساحة القصر بين اورلاندو ورئيس حرس القصر، وبيفوز اورلاندو وبتعجب بيه روزاليند، فبتديله سلسلة، ومن هنا بيقع هو كمان في حبها. ولأسباب اختلاف اورلاندو مع
اخوه الكبير بيروح الغابه ويدور على مكان يعيش فيه هناك. بتخرج روزاليند للغابه متنكره في زي ولد هي وبنت خالتها، وبتقابل اورلاندو وبتقنعه انها هتعالجه من حبه لروزاليند اللي هي اصلا هي، فاهمين؟ وفي الاخر بتعترف له انها روزاليند، وكل شخصيات المسرحيه بتنسى عداواتها وبتتجوز بعض في فرح جماعي، زي كده بالظبط لما شخصيات فيلم حريم كريم كلها رجعت لبعض في اخر مشهد. او مثلا فيلم ذا هوليداي لما بطلتين الفيلم لقوا حبهم في نفس التوقيت لما بدلوا بيوتهم مع بعض. رساله لكل المكتئبين والسناجل في الارض: اعملوا تبادل بيوت مع ناس ما تعرفوهاش في بلاد تانية، هناك هتلاقوا الحب، هتلاقوا الدفء، هتلاقوا زرار سبسكرايب تحت، ما تنسوش تدوسوا عليه عشان تشوفوا الحلقات الباقيه. الزباد. منظومه الحب زمان كانت مختلفه عن وقتنا الحالي. ممكن نقول ان الترتيب كان قبول، اعجاب، جواز، جنس، وتاتي الرومانسيه لاحقا. حاليا في النموذج الامريكي والغربي الترتيبات اختلفت، بيجي القبول والاعجاب، من بعدها الرومانسيه والجنس، ثم ياتي الجواز، ده لو جه اصلا. في الشرق الاوسط بالتبعيه استخدمنا نفس النموذج ده، ولكن اخرنا الجنس لما بعد الجواز بحكم اعتناق معظم سكان المنطقه دي اديان سماويه. نموذج الرومانسيه الغربي ده هو نموذج افلام هوليوود، وبما اننا في زمن العولمه، وبما ان هوليوود هي امريكا وامريكا هي سيده العالم، فالنموذج الرومانسي ده هو اللي بنشوفه بيحاوطنا في اماكن كتير. في هوليوود الرومانسيه شكلها حلو ولونها بينك وبيطلع منها قلوب وبتخليك طاير من الفرحه، ولكن الحب الرومانسي او الحب في العموم اكثر تعقيدا بكثير مما تظهر لنا هوليوود. سمعت في هوليوود ان الحب ممكن يبقى غير مثير، او احيانا ان الحب يكون غير مريح او مؤلم، او ان الحب بيتطلب ضبط نفس عالي جدا وبيتطلب مجهود لفترات مستمره قد تستمر لعقود بل سنين. الحقائق دي مش جذابه ولا بتبيع في دور العرض بتاعت السينما. والحقيقه المؤلمه عن افلام الحب في السينما هي ان المجهود الحقيقي والفعلي للعلاقه بيبدا لما الفيلم ينتهي ولما الكريدتس تنزل والناس تسقف، وكل اللي احنا شفناه ده كان حماس البدايات. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وفولو على بيج الفيسبوك والانستجرام. اشوفكم الحلقه الجايه. بيعش يا حبيبي الحب الحقيقي، بيعش يا حبيبي بيعلمنا نسامح